السلام عليكم طلبة ستة ابتدائي، أهلا وسهلا بكم، وحشتوني. جيت لكم النهاردة في فيديو جديد وشرح الدرس الثاني، الصناعة والتكنولوجيا في الوطن العربي. كل عليك أنت تصلي على النبي وما تنساش تعمل اشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا. بص يا حبيب قلبي، احنا في الدرس ده هنتكلم عن الصناعة وأنواع الصناعة وأهمية الصناعة في الوطن العربي. وبيقول لي إن الصناعة ليها دور مهم ورئيسي في اقتصاد الدول. فتعالى نعرف مع بعض أهمية الصناعة وتعريف الصناعة يعني إيه أصلا. قال لي الصناعة هي عملية تحويل المواد الخام إلى منتجات. يبقى أنا بجيب المادة الخام، سواء قطن مثلا بحولها إلى ملابس، سواء مثلا معظم المواد الخام اللي عندي اللي بحولها الى منتجات لتلبيه احتياجات الانسان اليوميه. يبقى انا الصناعه هي عمليه تحويل المواد الخام الى منتجات. ليه؟ عشان البي احتياجات الانسان اليوميه. طب اهميه الصناعه؟ قال لي الصناعه من الانشطه الاقتصاديه في الوطن العربي المهمه جدا جدا جدا، من اهم الانشطه الاقتصاديه في الوطن العربي المهم. قال لي ليه؟ عشان بتوفر احتياجات السكان المختلفه من المنتجات. يبقى اول حاجه بتعملها لي الصناعه بتوفر احتياجات السكان المختلفة من المنتجات اللي هم محتاجينها. قال لي تساهم كمان في تحسين مستوى المعيشة من خلال توفير فرص عمل للشباب. بتوفر فرص عمل كتير جدا للشباب، فده بيحسن مستوى المعيشة. رقم 3 بتزود الدخل القومي، الفلوس اللي داخله للدولة. يبقى انا عرفت ان الصناعة من اهم الانشطة الاقتصادية في الوطن العربي عشان 3 حاجات. ايه هم؟ توفير احتياجات السكان اليومية من المنتجات، تساهم في تحسين مستوى المعيشة عن طريق توفير فرص عمل للشباب. رقم 3 بتزود الدخل القومي. تعال بقى اقول لك مكونات الصناعة، ولازم أن تبقى عارف عندي ان الصناعة ليها مكونات طبيعية ومكونات بشرية. طب هي ايه المكونات الطبيعية؟ قال لي المكونات الطبيعية 3: موقع، مواد خام، مصادر طاقة. يبقى انا عندي مكونات الصناعة مكونات طبيعية ومكونات بشرية. طب المكونات الطبيعية قال لي الموقع، المواد الخام، ومصادر الطاقة. موقع المكان اللي فيه الصناعة او المواد الخام المتوفره، وكمان مصادر الطاقه اللي هقدر من خلالها اشغل المصانع اللي عندي. طب مكونات بشريه؟ قال لي مكونات بشريه هتلاقيهم عندك الايدي العامله، رؤوس الاموال، الفلوس، وسائل النقل والمواصلات، وكمان الاسواق. يبقى انا عرفت ان المكونات الطبيعيه 3: موقع، مواد خام، مصادر طاقه. طب المكونات البشريه؟ قال لي 4: ايدي عامله، كمان رؤوس الاموال، الفلوس. رقم 3 وسائل النقل والمواصلات اللي هنقل بيها المنتجات. رقم 4 الاسواق اللي هبيع فيها المنتجات اللي انا صنعتها. يبقى انا عرفت مكونات طبيعيه ومكونات بشريه. طب هي ايه انواع الصناعه؟ قال لي انواع الصناعات عندي 4: صناعات استخراجية تعتمد على استخراج المعادن، والصناعة الاستخراجية هي جاية من اسمها استخراج المعادن ومصادر الطاقة من باطن الأرض. يبقى أول نوع عندي في الصناعات أو الصناعة هو الصناعات الاستخراجية، وهو يعتمد على استخراج المعادن ومصادر الطاقة من باطن الأرض. زي إيه؟ زي استخراج البترول، الغاز الطبيعي، الفوسفات، الحديد. يبقى أنا عرفت أول نوع عندي في الصناعة الصناعات الاستخراجية اللي بتعتمد على استخراج المعادن ومصادر الطاقة من باطن الأرض. زي إيه؟ استخراج البترول والغاز الطبيعي والفوسفات والحديد. رقم 2 الصناعات التحويلية، ودي بتعتمد على تحويل المواد الخام إلى منتجات. يبقى قال لي تعتمد على تحويل المواد الخام إلى إيه؟ إلى منتجات جديدة. زي الصناعات الغذائية، زي الصناعات الغذائيه، صناعه الغزل والنسيج، ان انا اجيب القطن اعمل منه منسوجات او اعمل منه غزل ونسيج. يبقى انا عرفت ان تاني نوع عندي هي الصناعات التحويليه اللي بتعتمد على تحويل المواد الخام الى منتجات. زي ايه؟ زي الصناعات الغذائيه وصناعات الغزل والنسيج. رقم 3 الصناعات الاستهلاكيه، ودي اللي بترتبط بحياة المواطن واحتياجه اليومي. دي الحاجة اللي بيحتاجها المواطن في حياته اليومية، زي صناعة الملابس، الأغذية، الأساس، الأدوات المنزلية. يبقى أنا عرفت رقم 3 عندي في الصناعة هي الصناعة الاستهلاكية، وده استهلاك الإنسان في اليوم أو احتياجاته اليومية، وترتبط مباشرة بحياة المواطن. زي إيه؟ 4 حاجات أو 5 حاجات: الملابس، الأغذية، الأساس، الأدوات المنزلية. رقم 4 الصناعات الحديثة اللي هي التكنولوجية اللي بترتبط بالتطور العلمي والتكنولوجي. زي صناعة ايه؟ الكترونيات، التليفونات، الكمبيوترات، اللابات، كمان السيارات. يبقى انا عرفت ان رقم 4 عندي في الصناعة هي الصناعات الحديثة او التكنولوجية اللي بترتبط بالتطور العلمي.
ليها علاقة بالتطور العلمي والتكنولوجيا، زي صناعة ايه؟ زي صناعة الالكترونيات وكمان السيارات. بص معايا كده حبيب قلبي، تعالى نتكلم بقى عن توزيع الصناعات في الوطن العربي والاماكن اللي فيها صناعات في الوطن العربي. قال لي عندك 3 اماكن تختلف او تنتشر المناطق الصناعية في الوطن العربي في عدة اماكن. ايه هي؟ بلاد الشام وشمال افريقيا والخليج العربي. طب بلاد الشام قال لي تنتشر فيها صناعة الغزل والنسيج والصناعات الغذائية زي سوريا والاردن. يبقى انا عرفت ان اول حاجه عندي او اول منطقه عندي هي بلاد الشام اللي بتنتشر فيها صناعه الغزل والنسيج والصناعات الغذائيه زي مصر ومين والاردن. قال لي رقم 2 شمال افريقيا حيث تقوم فيها الصناعات الغذائيه وصناعه الغزل والنسيج والصناعات البتروليه زي فين؟ زي مصر والمغرب والجزائر، زي مصر والمغرب والجزائر. رقم 3 الخليج العربي، وده اكيد مشهور بالصناعات البتروليه والبتروكيماويات، يبقى خاص بالصناعات البتروليه، صناعه البترول واي حاجه ليها علاقه بالبترول، وكمان البتروكيماويات زي السعوديه والامارات والكويت. يبقى انا عرفت 3 اماكن مهمين جدا: شمال افريقيا، بلاد الشام، الخليج العربي. طب بلاد الشام عرفت فيها صناعه الغزل والنسيج والصناعات الغذائيه زي مصر او زي سوريا والاردن. طب شمال افريقيا اللي تكون فيها الصناعات الغذائيه وصناعه الغزل والنسيج والصناعات البتروليه زي مصر والمغرب والجزائر. طب الخليج العربي قال لي فيه صناعات بتروليه وبتروكيماويات زي ايه؟ السعوديه والامارات والكويت. قال لي كمان تقوم المناطق الصناعيه بالوطن العربي بالقرب من مصادر الطاقه. يبقى قال لي ان المناطق الصناعيه تكون قريبه من مصادر الطاقه والمواني والطرق الكبرى. ليه؟ عشان ده هيسهل من عمليه نقل المواد الخام والمنتجات وتقليل تكاليف الانتاج. يبقى انا عرفت ان المناطق الصناعيه بتكون قريبه من مصادر الطاقه والمواني والطرق الكبيره والرئيسيه، عشان ده هيسهل من عمليه نقل المواد الخام والمنتجات من المصانع الى الاسواق ومن المناطق الخام الى المصانع. قال لي وكمان وتقليل تكليف الانتاج. طب عرفنا كده حبيب قلبي المناطق اللي فيها الصناعات. تعالى بقى نبص على الجزء اللي جاي ده، بيتكلم معايا عن الصناعات الرئيسيه اللي في الوطن العربي. قال لي يبقى انا عندي انواع صناعات رئيسيه مهمه ورئيسيه زي ايه؟ 1 صناعه تكرير البترول والغاز الطبيعي، تكرير البترول وفصله عن مشتقاته، ان انا بفصل البترول عن الحاجات المشتقات بتاعته، طلع منه بقى البنزين والسولار والمازوت والحاجات دي كلها. قال لي اهميتها المصدر الرئيسي للدخل القومي، هي مصدر رئيسي جدا للفلوس اللي داخله للبلد، للدخل القومي في عده دول زي مين؟ السعوديه والكويت. واحنا عارفين ان السعوديه والكويت من الدول الخليج العربي اللي بتعتمد على استخراج البترول وتصديره للخارج. يبقى صناعه تكرير البترول والغاز الطبيعي تمثل المصدر الرئيسي للدخل القومي في عده دول زي السعوديه والكويت. رقم 2 الصناعات الغذائيه، ودي تعد من اهم الصناعات. ليه؟ عشان بتوفر احتياجات السكان. يبقى الصناعات الغذائيه ركز معايا يا حبيب قلبي من اهم الصناعات. ليه؟ عشان بتوفر احتياجات السكان، وكمان بتحقق الامن الغذائي، بتوفر الغذاء لكل سكان الوطن العربي. طب رقم 3 صناعة الغزل والنسيج، ودي بتعتمد اكيد على ايه؟ على القطن والكتان والالياف النباتية. يبقى رقم 3 صناعة الغزل والنسيج بتعتمد على القطن والكتان والالياف النباتية زي الصوف مثلا. يبقى انا عرفت رقم 3 صناعة الغزل والنسيج. رقم 4 صناعة الحديد والصلب والاسمنت. يبقى رقم 4 عندي صناعة الحديد والصلب وايه؟ والاسمنت، ودي مهمة جدا لمشروعات البناء والتعمير والتوسع العمراني. اكيد صناعة الحديد والصلب والاسمنت دي بتخش في المباني، يبقى مهمة لمشروعات البناء والتعمير والتوسع العمراني. يبقى انا عرفت عندي 4 انواع في الصناعات الرئيسيين: تكرير البترول والغاز الطبيعي، رقم 2 الصناعات الغذائية، رقم 3 الغزل والنسيج، رقم 4 الحديد والصلب والاسمنت. تعال بقى نعرف المراكز الصناعية في الوطن العربي. قال لي أنشأت مصر مجتمعات صناعية كبرى، منها مجمع الحديد والصلب في حلوان. يبقى أنا عرفت من أول المراكز الصناعية عندي في الوطن العربي إن مصر أنشأت مجمع الحديد والصلب فين؟ في حلوان. ومجمع الجلالة في مصر لصناعة الرخام. يبقى مصر عملت مجمعين: مجمع الحديد والصلب في حلوان، مجمع الجلالة في مصر لصناعة إيه؟ الرخام. رقم 2 أسست المملكة العربية السعودية. عملت إيه السعودية؟ قال لي عملت مدينتي الجبيل وينبع، وهم من أهم المراكز العلمية
في الصناعات البتروكيماويات. يبقى انا عرفت ان المملكة العربية السعودية عملت مدينتين من أهم المراكز العالمية في إيه؟ في الصناعات البتروكيماويات. طب يعني إيه صناعات بتروكيماويات أصلا يا مستر اللي أنت عمال تقولها لي من بدري؟ قال لي دي الصناعات اللي بتعتمد على البترول والغاز الطبيعي كمادة خام. يبقى الصناعات البتروكيماويات بتعتمد على البترول والغاز الطبيعي كمادة خام لإنتاج مواد تستخدم في إيه؟ في صناعات أخرى. يبقى أنا في الصناعات البتروكيماويات بعتمد على البترول والغاز الطبيعي لإنتاج مادة أو إنتاج صناعات أخرى، بعتمد عليهم كمادة خام لإنتاج صناعات إيه؟ أخرى. واخد بالك كده يا حبيب قلبي؟ آخر جزء معايا في الدرس وهو التحديات اللي بتواجه الصناعة، المشكلات عندي والعوائق اللي بتقابل الصناعة في الوطن العربي. قال لي رغم التطور الصناعي في الوطن العربي ما زالت الصناعة تواجه مجموعة من التحديات. إيه هي؟ قال لي تصدير المواد الخام بدلا من تصنيعها. ان الدول العربية بدل ما تستغل المواد الخام عندها في الصناعة لا بتصدرها، وبالتالي لعدم قدرتها على ايه؟ على التصنيع. يبقى هي عندها مادة خام ممكن تصنعها، قال لي لا ما بتعتمدش كده، هي بتصدرها لانها ما عندهاش قدرة ولا عندها اساليب ولا وسائل حديثة للتصنيع. رقم 2 ضعف الاستثمارات في البحث العلمي والتكنولوجيا. مفيش فلوس بتتصرف في البحث العلمي والتكنولوجيا، مفيش استثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا. رقم 3 ضعف البنية التحتية في بعض الدول، ان بعض الدول عندها البنية التحتية ضعيفة. رقم 4 عدم القدرة على منافسة المنتجات الأجنبية، ان احنا حتى لما بننتج منتج عندنا في الوطن العربي ما بيقدرش بجودته ان هو ينافس المنتج الأجنبي، لا المنتج الأجنبي فارق عنه بكتير. رقم 5 قال لي نقص العمالة المدربة على التكنولوجيا الحديثة. انا عندي عمال كتير ولكن معظمهم مش مدرب على التكنولوجيا الحديثة ولا على الاساليب العلمية الحديثة، فبالتالي دي مشكلة عندي. يبقى انا عرفت ان في تحديات بتواجه الصناعة. كام؟ 5 تصدير المواد الخام بدلا من تصنيعها لان انا ما عنديش قدرة اصلا على التصنيع. رقم 2 ضعف الاستثمارات، ما بصرفش في البحث العلمي والتكنولوجيا. رقم 3 ضعف البنية التحتية. رقم 4 عدم القدرة على منافسة المنتجات الأجنبية من حيث الجودة. رقم 5 نقص العمال المدربين على التكنولوجيا ايه؟ الحديثة. يبقى انا عرفت كده يا حبيب قلبي أهمية الصناعة، أنواع الصناعة، مناطق تركز الصناعة وأهم الصناعات، وكمان التحديات اللي بتواجه الصناعة في الوطن العربي. وبكده يا حبيب قلبي يكون وصلنا لنهاية درسنا النهاردة. أتمنى تكون استفدت. أشوفك في فيديو جديد، وما تنساش تعمل شير لأصحابك وتقول لهم الدراسات أسهل مع الفيلسوف. سلام.